بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ اللهم صل على النبي. بقى عايزين نعمل شوية دقة. الدقة ديت عبارة عن ايه؟ عن كمون وفلفل اسود وورق لوري وحبهان وزر الورد وكزبرة، وبضيف لها بقى ملح وشطة. بس بقى ايه؟ بعد ما احمصها على البوتاجاز او تحطها في الشمس شوية. فطبعا احنا كنا اخر النهار ما فيش شمس، فانا حمصتها على البوتاجاز. يعني مش تحمصيها تسيبها لما تتحرق، لا انت تقلبها تقلبتين تلاتة كده بالمعلقة وهي على نار هادية، وبعد كده تسيبها تبرد. وان كان عندك بقى مصحانة ولا حاجات من دي، مصحانة ولا شفشق خلاط، اي حاجة تعملي فيها بقى يعني تطحنيها فيها. فاللهم صل على النبي. مسكتها بقى، حطيت عليها كده الملح وحطينا الشطة بتاعتنا، وهنضربها بقى في ايه؟ في شفشق الخلاط، عشان طبعا انا عندي المصحانة بايظة. دي توم مطلعاه من الفريزر، هادلقه في العلبة بتاعته واحطه في باب التلاج. احنا كنا طبعا اخر النهار، فما كانش في شمس ان انا احط بقى ايه الحبهان والحاجات ديت في الشمس. فحطيتها بقى، حمصتها على البوتاجاز وهنضربها بقى في شفشق الخلاط. ودي كيس توم مطلعاه كده، هنحطه في العلبة ونحطه في باب التلاج. طبعا الصينية ديت بقى ايه عليها اكل وكده، وهلمها بقى في اكل الطيور، والصبح بقى باذن الله يطلع للطيور وكده. مفضيين ما فيش حاجة، ايه قصدي اقول لكم ان ما فيش حاجة بتترمي. بدل عندك طيور في البيت بتلم لها الحسنة بتاعة البيت دي كلها وبتحطها لها. اهو دوت بصل كنت مقشرها عشان الكفتة، هعمل برضو الكفتة على بيات. اهو هعجنها واحطها في الصينية واصبعها وكل حاجة واحطها في الصينية واحطها على رف في التلاج. بتصبح بقى ايه شدة كده وحلوة، تدخلها الفرن وقت ما تدخليها بقى. قلت بالمرة وانا واقفة في المطبخ بعمل الدقة اما اعمل الكفتة بالمرة. عجنتها بس وصبعتها وحطيتها في التلاجة، وقلت تبقى إيه سهلة يعني، وسهلت الأمور عليها شوية. تاني يوم بإذن الله بقى ايه نعمل المكرونة ونسويها وكده. يعني بقول لكم ايه بنختصر في الوقت، يعني اما تبقي فاضية مش وراكي حاجة اعملي المصلحة بتاعت بكرة، ما يتخسرش ولا أي حاجة، محدش ضامن بكرة في ايه. وغسلنا الرخامة كده بتاعتنا مكان الكركبة، وهنقعد بقى نعمل الدقة ونظبط الأمور. في ناس بقى بتحط على الدقة ديت فول سوداني، وفي ناس بتحط سمسم، بس صراحة أنا ما بحطش الحاجات دي. هي الدقة معروفة شطة وملح وكمون وكزبرة وفلفل أسود وشوية حبهان وورق لوري، وخلاص على كده. ترش منها بقى على بطاطس قلية طعمية، بترشي محمرة بط، محمرة فراخ، محمرة لحمة، بترشي عليها شوية. بتحط منها في الفول، يعني بتستخدمها في جميع كل حاجة. بتقلي بيض بتحط شوية. يعني صراحة عيالنا حدانا عايزين دق على طول، لأن صراحة بيحبوا البطاطس المحمرة بتدق عليه. خلصانة من عندي بقالها يومين، كل شوية أقول لهم حطوا ملح يقولوا لا احنا عايزين دق. هي صراحة مش بتبقى حلوة ولا بتدق برضو. كده بقى حطيتها في شفشق الخلاط اهوت، وبنضربها كده بقى مع بعض. هرجع اعيد عليها تاني عشان هي برضو ما بتعملش قوي، ما نعملش قوي. انا اعيد عليها تاني ازاي؟ هجيب المصفى وهزها فيها، وارجع اطلع اللي هو الخشن بقى اللي طلع من المصفى اضربه في الخلاط تاني، اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو، عشان بس ما تبقاش خشن. اضربه بقى في الخلاط هينعم بقى معايا، واقوم اقلبها على الدقة تاني. بس كده هنعبيها بقى في جوز البرطمانات دول، وكده عسل ورضا. هنخش بقى على الكفتة بتاعتنا نعملها رخرة، نخش على التقيل.
دي شيء كده وانتهينا منه. شوفوا بقى ناعمة وجميلة وحلوة ازاي. ويعني مش عايزة تنعمها قوي برضو في الخلاط، ما تنعمهاش يعني، عايزة تخليها خشنة شوية برضو براحتك يعني. بس كده عبيناها وخلانا الدنيا زي الفل. بس بقول لكم هي اتعبيتها وحبة دقة بقى عسل. عسل كده عسل. هنخش بقى على التقيل. ده عندي بقى خرطتين 3 بطاطس كده كانوا في التلاجة مسلوقة و... ومش كان لهم لازمة يعني، كانوا فايضين من الأكل فحطيتهم في التلاجة. فجيت كده قلت أما أديهم إيه، لفة في الكبة ونحط نخلطها على الكفتة. كانت صراحة مخلية الكفتة زي الفل. ونحط بقى كيس بهارات الكفتة، وبنحط شوية فيجيتار من الكيس دوت، عندي فيجيتار فرط كنت جايباه من عند العطار، فبحط منه يعني على الكفتة والحاجات دي. وطبعا سنة ملح وسنة فلفل اسود نقطة زيت عشان هي اللحمة عندي مش كانت سمينة قوي. تبي تحط حتة دهنة شوية زيت اللي موجود عندك. دي البهارات انا بضيفها عليها اهوت. دي مية البصل بقى هنصبع فيها الكفتة. طبعا البصل مش بتحطها على الكفتة بالمية بتاعته، بتصفيها وبتاخد المية بتاعته وبتضيفها على بتعملها بقى بتصبعيها، والتفل بتحطها على الكفتة. هنمسك بقى ده كله نعجنه تاني في الكب. رحت فين يا حاج تعالي؟ اه بقول لكم ده في شطارة اهوت. مش عارفة انا كنت حطيت منه ولا لسه ما حطيتش. بتهيألي حطيته، كنت رايحة عينه في فريزر التلاج. اه بجيب شوية نشا وشوية بيكنج باودر، عشان البودر بنفشها كده وبخلي الكفتة حلو. اعجني بقى يا حلوة كده في الكبة، يلا الشطار يلا. يلا. يلا خليكي تتفضي، عجنتها اهي وخليتها زي الفل. جبت شوية بقسماط حسيت ان هي طرية، جبت شوية بقسماط كده ايه الفها فيهم. لا اله الا الله. هاتي بقى صينيتك كده وعكها شوية زيت ورصي يلا. دي بقى بتوفر عليكي تاني يوم يعني، وتخليكي مرتاحة وزي الفل. مش عايزة تصبعيها براحتك، بتغطيها بكيس نضيف وبرضه وتحطها في التلاج، ما يجراش حاجة. عايزة تصبعيها، انا لقيت يعني نفسي ان انا قلت فاضية بالمرة وانا ايدي شغالة فيها، اما ايه اصبعها. وفرشت عليها كيس نضيف كده وقمت مدخلاها على الرف في التلاج. بس كده صبعناها وخلينا الدنيا زي الفل، ودخلنا الأوضة الكبيرة كده روقناها. ما كانش الحاج فيها، قاعد فيها وببقى هو اللي حاجزها وقاعد فيها على طول. روقناها كده وخليناها زي الفل. واشوفكم فيديو جديد يا حبايب قلبي، ومع الف سلامة. مع السلامة.